ايه يا صديقي، مالك؟ ايه المشكلة بالظبط؟ احكي لي مشكلتك ايه؟ انا محبط جدا يا باشمهندس. انا محبط جدا جدا، حياتي صعبة وفيها مشاكل كتير جدا جدا. ومن كتر المشاكل اللي موجودة في حياتي انا خلاص زهقت. انا مش عارف اعمل حاجة في حياتي، مش عارف اتحرك، مش عارف اتعلم، مش عارف اعمل اي حاجة مختلفة. ساعدني يا باشمهندس بأي طريقة بالله عليك. يا صديقي، انت المفروض ان انت في كلية كويسة وفي مجال كويس ومربح وفيه فلوس كتيرة. فانت ليه ما بتحاولش ان انت تساعد نفسك وتتعلم وتدخل في المجال ده وتكسب منه؟ فليه ما بتحاولش تساعد نفسك ان انت تتطور في المجال بتاعك؟ كلية ايه يا باشمهندس ومجال ايه يا باشمهندس؟ المشاكل اللي في حياتي دي يا باشمهندس مخليني مش عارف اتعلم ولا عارف اروح الكلية ولا عارف اركز، ولا مركز في المجال ولا مركز في اي حاجة خالص. يا باشمهندس انا بفكر اسيب الكلية اصلا، اسيب الكلية واروح اشتغل اي حاجة وخلاص. بجد المشاكل اللي في حياتي دي مشاكل كبيرة جدا، انا مش عارف اعمل حاجة بسببها، ضغط عليا قوي وتعباني. يعني ساعدني يا باشمهندس اعمل اي حاجة. طب يا حبيب قلبي، لو المشاكل دي مشاكل كبيرة قوي في حياتك كده ومأثرة عليك في حياتك للدرجة اللي انت بتتكلم فيها دلوقتي دي، طب ليه ما بتحاولش ان انت تواجهها وتحلها؟ ليه ما بتحاولش ان انت تحل مشاكلك عشان نفسيتك تكون احسن وتقدر ان انت تبقى افضل في حياتك؟ اواجه يا باشمهندس واحل ايه؟ هي في حاجة بتتحل يا باشمهندس؟ يعني هي في حاجة بتتحل ولا حاجة بتكون احسن ولا حاجة بتتطور؟ انا بقالي كتير قوي على كده، انا بقالي كتير قوي في الحالة دي، ولا في حاجة بتتصلح ولا في حاجة بتبقى احسن ولا في حاجة بتتظبط. انا مش عارف اعمل ايه. يعني هو فعلا في حاجة ممكن تتصلح ولا حاجة ممكن تبقى أحسن؟ طيب واحدة واحدة بس كده مع بعض. ولو أنا فهمتك سبب مشاكلك دي كلها إيه واديت لك بعض الخطوات اللي تساعدك إن أنت تحل مشاكلك دي، ده بالنسبة لك يكون حاجة كويسة؟ والله يا ريت. يا ريت في حاجة ممكن تتصلح ولا حاجة ممكن تكون أحسن. أنا نفسي أحل أصلا مشاكلي، نفسي أخلص الموضوع ده كله. يا ريت. أنا مش متخيل أصلا إن ده ممكن يحصل. ما تقلقش يا صديقي، كل حاجة هتتحل وكل حاجة بتتحل. طب ما تيجي نشوف الأول. لو انت واحد من الناس اللي بتمر بضغوط نفسية كتير وما بتعرفش تتعامل معاها، فالفيديو ده ان شاء الله هيبقى فيديو مناسب جدا ليك، عشان هفهمك هي الضغوط النفسية دي بتيجي منين وازاي، وشوية خطوات كده وشوية حلول تقدر انها تساعدك انك تتخطى الضغوط النفسية اللي انت بتعدي بيها. اهلا وسهلا بيك في فيديو جديد، وحابب افكرك لو انت حابب انك تستفيد من خبراتي في البرمجه وفي البيزنس وفي الحياه، اشترك في القناه عشان ما يفوتكش اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها، وسايب لك في الديسكربشن معلومات التواصل بتاعتي، وسايب لك لينكات كتير ان شاء الله هتساعدك. عايزين نفكر مع بعض يا صديقي واحده واحده كده مع بعض. الناس اللي نجحوا في حياتهم ووصلوا لمكان كويس فيها، وصلوا لها ازاي؟ هتقول لي والله دول كانوا ناس شطار وصلوا لها بالشطاره. هقول لك الاجابه لا، لان في ناس كتير جدا جدا شطار ولكن بينتهي بيهم الحال في حياتهم لمستويات متدنيه جدا، زي الطالب بتاع كليه هندسه اللي حدف نفسه من فوق برج القاهره. فده ما ده كان في كليه كويسه وكان متفوق، ايه اللي خلاه يعمل في نفسه كده؟ هتقول لي طيب السبب ممكن بقى يكون الفلوس. واحد بقى عنده فلوس كتير او اهله موفرين له امكانيات كتير، فده خلاص ده هينجح بقى ويعدي ومفيش حد قده. هقول لك الاجابه لا، يعني في ناس اهاليهم موفرين لهم كل سبل الراحه وموفرين لهم كل حاجه وهم معفنين اصلا ولا بينجحوا ولا بيوصلوا لاي حاجه في حياتهم. خير مثال للموضوع ده الراجل اللي هو بتاع القصر العيني، ابنه بقى بياخد الفلوس وبيحدفها في النيل وبيفرق الفلوس دي كانه كان بيفرقها على رقصات في النيل او كلام من ده، ووصل بيه الحال ان هو بقى فقير جدا بعد ما هو كان مالتي ملياردير. هتقول لي طب خلاص بقى يبقى الواسطه والعلاقات والسلطه هي اللي بتساعد الناس ان هم ينجحوا؟ هقول لك برضو الاجابه لا، ده في رؤساء جمهوريه حضرتك انتهى بيهم الحال في السجن وانتهى بيهم الحال مقتولين، فمش هي دي برضو اللي بتوصل الناس للنجاح. هتقول لي يا باشمهندس طب انت حيرتنا، ايه اللي بيوصل الناس للنجاح بعد اللي انت قلته ده كله؟ هقول لك بص يا صديقي، هي خلطه ما بين كل الحاجات اللي انا قلتها لك قبل كده دي، ولكن العامل المشترك في كل الناس اللي بينجحوا ان هم كانوا يمتلكوا نفسيه قويه. النفسيه القويه دي بتساعدهم ان هم يحلوا المشاكل اللي بتقابلهم في حياتهم، زي المبرمج بالظبط اللي عايش في حياته بيحل مشاكل، فكل ما حل مشاكل اكتر كل ما هو كان مبرمج افضل. فهمناها. هتقولي لا بس لحظه واحده، في حاجه بقى انا ما فهمتهاش. طب مش المفروض بقى يا باشمهندس ان الناس اللي ناجحين في حياتهم دول ناس بقى مبسوطين ومروقين نفوخهم وقاعدين في الساحل وقاعدين في السخنه وعندهم فيلل وبول وقاعدين بقى خلاص ما عندهمش بقى مشاكل خالص في حياتهم يعني، ولا ايه بالظبط؟ الاجابه لا، الناس الناجحين او الناس الاغنياء عندهم مشاكل في حياتهم اكتر بكتير جدا 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 من الناس اللي مش ناجحين. الناس اللي مش ناجحين او اللي عندهم مشاكل في حياتهم او اللي في مستوى متدني من الحياه، الناس دول عندهم مشاكل قليله قوي لكن مش عارفين يتعاملوا معاها، وكل ما بتواجههم
بتواجههم مشكله بتوقفهم وتخليهم مش عارفين يعملوا اي حاجه تماما. اما الناس الناجحين عندهم مشاكل كتير جدا لكن بيعرفوا يتعاملوا معاها، المشكله يا باشا بتيجي كانها ما جاتش. ازاي اصلا نوصل لمستوى زي ده؟ وليه اصلا بتقابلنا مشاكل في حياتنا؟ يعني ليه بتقابلنا مشاكل احنا ما بنعرفش نتعامل معاها؟ عايزين نفهم الموضوع ده كده بالراحه. اقول لك تعالى معايا كده واحده واحده وانا افهمك. بص يا صديقي العزيز، انت بتقابلك مشاكل في حياتك وبتعرف تتعامل معاها وبتعدي زي كانها ما جاتش اصلا، وبتقابلك مشاكل تانية اول ما بتجيلك المشكله بتلاقي نفسك انت وقفت كده ولا عارف تتحرك من مكانك اصلا ولا عارف تعمل اي حاجه. السبب ان المشكله اللي قابلتك هي بتفكرك بصدمه نفسيه انت تعرضت لها. الصدمه النفسيه دي هي اللي بتخليك مش قادر تتعامل مع الموقف، وكل ما قابلت صدمات نفسيه اكتر كل ما كانت المواقف اللي انت مش عارف تتعامل معاها في حياتك اكتر. هتقولي طب ويعني ايه صدمه نفسيه؟ الصدمه النفسيه بتتكون لما يكون في مشاعر كثيفه انت قابلتها في موقف ما، والمشاعر دي انت معرفتش تتعامل معاها، فعقلك يعمل ايه؟ ياخد المشاعر ويخزنها في الباك جراوند، في عقلك اللاواعي، عشان يحميك منها في المستقبل. واول ما المشكله دي بس اي حد يفكرك بيها، هيفكرك بيها ازاي؟ عن طريق مثلا ممكن صوت، ممكن شخص، ممكن مكان، ممكن ريحة، ممكن موسيقى. في محفزات كتيرة جدا ممكن تحرك الصدمة عندك. أول ما الصدمة بتتحرك بتسيطر على الواقع بتاعك، بتخليك كأنك شفت الواقع بنضارة فوق عينيك. النضارة دي بتخليك تشوف الواقع مختلف، بتخليك تشوف الحياة بشكل غير الحقيقة بتاعته. وكل ما كانت الصدمات دي أكتر كل ما أنت بقيت مش عارف تعيش الحقيقة ومش عارف تعيش الواقع اللي أنت موجود فيه. بقيت أنت شايف الواقع من خلال صدماتك مش من خلال الحقيقة اللي موجودة قدامك. المشكلة الأساسية بقى يا صديقي إن المشاعر بتتحكم فينا. لما بيكون في حاجة أنت حاسسها من جواك، الحاجة دي بتتحكم فيك وبتخليك أنت ممكن تتصرف تصرفات غير الطبيعي بتاعك تماما. وبما إننا في عالم سريع جدا وفي عالم مليء بالمشتتات، فأنت أكيد ما عندكش وقت إنك ترجع تقعد مع نفسك وتراقب مشاعرك وتحللها وتشوف المشكلة جت منين وتحاول إن أنت تصفي المشاكل اللي بتحصل لك كل يوم. الشخص اللي بينجح يا جماعة في حياته عامل بالظبط زي الرياضي اللي عاوز ينجح وياخد بطولات بيبتدي ان هو يتمرن اكتر، واللي عاوز ينجح في حياته اكتر بيبتدي يتمرن على المرونة الشعورية اكتر عشان يقدر ان هو يواجه مشاكل اكتر ويتعامل معاها في حياته من غير ما يتسمر ويقف ويعمل الحركة اللي احنا قلناها من شوية دي. هتيجي تقول لي طيب ليه الصدمات النفسية بتتكون عند الناس اصلا؟ هقول لك في اسباب كتيرة جدا بتسبب الصدمات النفسية وبتخليها تزيد وتتراكم عند الانسان، لكن انا هذكر لك سببين انا شايف ان هم من اكتر الاسباب اللي بتسبب الصدمات النفسية. اول سبب هو الرفض، وتاني سبب هو المقاومة. بص يا صديقي العزيز، ربنا خلق الحياة على مبدأ الاقطاب، القطب الموجب والقطب السالب، قطب شمالي قطب جنوبي، راجل وست. ربنا بيقول ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فالحياة كلها متقسمة بموضوع الأقطاب ده. فأي موقف أنت بتتحط فيه بيبقى فيه قطبين، بيبقى فيه ناحيتين للموقف ده، تطرف ناحية اليمين وتطرف ناحية الشمال. شطارتك ان انت تبقى متوازن ما بين الطرفين دول. كل ما انت كنت متوازن ما بين الطرفين دول اكتر كل ما انت مش هيحصل لك صدمات نفسية. اما لو انت بقيت متمسك بقطب من القطبين دول بالموجب او بالسالب، فانت النهاردة بتعرض نفسك لصدمات نفسية كبيرة جدا. او لو كنت رافض واحد فيهم، حاجة منهم انت رافضها. مثال على الموضوع ده، لو واحد مثلا مرتبط مثلا ببنت، او واحد مثلا متجوز واحدة وبيحبها قوي ورافض انها تسيبه تماما، او هو متمسك بيها تمسك زيادة عن اللزوم قوي، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هو الراجل ده هيتعرض لصدمات نفسية كبيرة جدا بسبب زوجته دي، لان مش الطبيعي ان انت تبقى متمسك بالموضوع قوي كده. كل ما انت بقيت متوازن كل ما انت بقيت افضل. وانت النهارده التحدي بتاعك في حياتك ان انت تفضل ان انت تساعد نفسك انك تبقى متوازن ما بين الاتنين. اكبر مثال ممكن نفهمه على موضوع التوازن ده هو رمضان. شهر رمضان اول ما بيبتدي بتلاقي نفسك في اول يومين ثلاثة هتموت من الجوع وهتموت من العطش، وقاعد عمال تهرش ومش طايق نفسك ولا عارف تشتغل ولا عارف تقوم ولا عارف تعمل اي حاجة في حياتك اصلا. بعد كام يوم الله تلاقي نفسك انت بقيت كويس، لا بقيت جعان ولا بقيت عطشان، والموضوع خلاص بقى عادي. حتى لما بتيجي تاكل خلاص بقى انا اكلت زي ما اكلتش، الموضوع بالنسبه لي خلاص بقى طبيعي. رمضان بيجي عشان يعمل لك توازن في موضوع الاكل ده، لانك لما بتاكل جامد قوي فبتروح ناحيه الموجب قوي، لما بتروح ناحيه الموجب قوي بعدها بفتره بتروح ناحيه السالب قوي، جعان وهموت، بعدها تروح ناحيه الموجب قوي كلت وكبستها.
رمضان بيخليك في توازن ما بين الاتنين. لكن طبعا احنا بذكائنا ليه نسيب رمضان يظبط لنا مود حياتنا، وليه نسيب رمضان يحقق لنا التوازن؟ لا، بعد الفطار تروح تضرب حلويات وتروح تضرب سكريات وتعمل كل حاجه غلط، فبالتالي تروح انت للموجب قوي، فبرضه ترجع تاني للسالب قوي، فتدمر اللي كان بيعمله رمضان اصلا. ما احنا لازم برضه ندور على صدمات نجيبها لنفسنا، امال هنقعد ساكتين كده؟ فخلاصه الموضوع ان التوازن هو الحل اللي بيخليك ما تتعرضش لصدمات كتير. وقبل ما اقول لك ايه هي الحاجات اللي انت ممكن تعملها عشان تساعد نفسك تتعافى من الصدمات اللي موجوده عندك، خلينا الاول نسال السؤال: هي الصدمات دي اصلا ينفع تتعالج؟ الاجابه ايوه، لان الحياه يا جماعه هي مفطوره على فكره الابس والداونز. انت في اوقات في حياتك بتبقى اب فايق ومركز وبتذاكر وبتتعلم وكل حاجه عندك تمام، وفي جزء تاني من حياتك في المرحله اللي بعدها هتلاقي نفسك داون. ما الحياه مش هتمشي على خط مستقيم، شويه ابس وشويه داون. شويه انت بتروح مثلا الجيم، في جوه الجيم انت في حال داون، عمال تشيل وتحط وتكسر في عضلاتك والكلام ده كله، فانت تعبان، فانت في حال داون. بعد الجيم انت في حال اب فايق ومركز وحاسس ان انت دماغك رايقه والكلام ده كله. فكل حاجه فيها ابس وداونز، احنا بس بنختار الابس والداونز بتوعنا نحطهم فين. انا عايز احط الابس والداونز بتوعي في شغلي وفي حياتي وفي الحاجات اللي انا عاوز ابقى فيها، عاوز ابقى كويس. ما برضه اللي بيشرب حشيش عنده برضه ابس وداونز، ما هو لما بيشرب حشيش بيبقى اب فايق ومركز ودماغ عاليه ومروق ومية مية. بعد ما الشحنه او بعد ما الدفعه بتاعت الحشيش اللي خدها دي تروح، اللي بيحصل له بيبقى في حال داون، عمال بقى يهرش، وانا خلاص بقى عاوز اخد بقى الشحنه اللي بعدها، انا مش مظبوطه، انا دماغي مش مظبوطه، انا تعبان، انا الكلام ده كله. فكل حاجه فيها ابس وداونز. فانت النهارده لو اقتنعنا بفكره ان الحياه كلها ابس وداونز، ده معناه ان انا الحال اللي انا فيه مش هيدوم. لو انا في حال مشاكل، المشاكل مش هتدوم، ولو انا في حال حلو برضه الحلو مش هيدوم. انت المفروض حالك يبقى زي حال المسافر. حال المسافر ده هو حال المؤمن بالظبط، اذا اعطي شكر واذا ابتلي صبر. فهو ده حال المسافر، وحال المسافر ده من اقصى حالات التوازن اللي ربنا اتكلم عنها، واللي بصراحه فعلا يعني لو انت مشيت في الحال ده في الدنيا هترتاح بنسبه كبيره. خلاص احنا اقتنعنا بالفكره، تعالى بقى نشوف الحلول، ازاي نحل الصدمات القديمه، لان الموضوع له حلول كتير جدا، وفي حاجات انا هساعدك فيها وفي حاجات ممكن حد غيري يساعدك فيها. اول حل انا عاوز اقول لك عليه وهو القرب من الله سبحانه وتعالى. لو انت قريب من ربنا فدي حاجه هتساعدك جدا على التعافي والتشافي. وخلي بالك القرب من ربنا مش ان انا بصلي بس، ولا ان انا بقرا قران بس. القرب من ربنا باحساسك، بقلبك، ان انت تبقى مقبل على الله بقلبك، مش ان انت بتعمل واجب وخلاص. فلو انت بتعمل ده حقيقي وعندك حاجات في يومك بتعملها بتقربك من ربنا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لو حققت انت الايه دي حرفيا انت هتتعافى من كم من الصدمات لا تتخيله. لانك هتعرف ان كده كده الحياه مش مستاهله ان احنا نفضل واقفين فيها على حاجات كتير، وهتبتدي ان انت يبقى عندك فلو كبير جدا في حياتك وتقدر ان انت تعديها. خلي بالك عايز اقول لك نقطه مهمه جدا: الطفل لما بيتولد من بطن امه بيكون عنده كم من الفلو في حياته غير عادي. ممكن تبقى لسه مزعق له ولا لسه ضربه من شويه ويجي بعدها بدقيقه يضحك لك. ده معناه ايه؟ معناه ان هو تجاوز الموقف، هو عداها ازاي؟ بسبب الفلو اللي موجود في حياته. ما عندوش صدمات، ما عندوش حاجه بيرجع لها بيفتكر وبيبتدي ان هو يابلاي المشاكل اللي هو افتكرها دي على حياته وعلى الواقع بتاعه. فهي دي الفكره اللي احنا عاوزين نوصل لها، عايزين نرجع للمود ده. رقم 2: لازم تدي لنفسك وقت في يومك. الوقت ده هتعمل فيه ايه؟ تقعد فيه مع نفسك، اطفي النور وقلل المشتتات اللي حواليك كلها، وابعد عنك التليفون وابعد عنك الكلام ده كله، واقعد مع نفسك راقب مشاعرك. تراقب مشاعرك ازاي؟ عن طريق الحاجات اللي انت حاسسها في جسمك، لان المشاعر بتسمع في الجسم بشكل مباشر. الحاجات اللي بتوجعك في جسمك هي عباره عن مشاعر سلبيه متخزنه في جسمك في خلال يومك، او متخزنه في جسمك من خلال فتره كبيره. فابتدي راقب مشاعرك عن طريق مراقبتك لجسمك، وابتدي ان انت تشوف الحاجات والمشاكل اللي في حياتك وابتدي ان انت عديها، تقبلها. التقبل هو عكس الرفض والمقاومه اللي انا لسه مكلمك عنهم من شويه. ابتدي ان انت اقبل. ايه المشكله انك تقبل الحاجات اللي انت رافضها والحاجات اللي انت بتقاومها؟ ما تقاومش، سيب اللي بيحصل يحصل. ما هو كده كده اللي هيحصل ومقاومتك دي مش هتجيب نتيجه. فانت تقبل وسيب اللي بيحصل يحصل، وعدي كل المشاعر اللي بتقابلك في حياتك. ده هيساعدك جدا جدا ان انت ما تكومش صدمات جواك. ثالث حاجه، لازم تتعلم الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي بيعلمك ازاي تكون مرن في مشاعرك اللي جواك اكتر. كل ما انت كنت اكثر مرونه في التعامل مع مشاعرك، كل ما انت مش هتكوم صدمات اكبر. وهنا تيجي مفاجاه انا عاوز اقولها لكم. انا عندي خبره كبيره جدا على فكره في موضوع الذكاء العاطفي والتعامل ده، وعندي كورس اصلا على الموقع، وهسيب لكم خصم 50% في الديسكربشن عشان لو عايزين تاخدوا الكورس ده. على فكره الستات هم صوتهم عالي جدا جدا لما
يحصل لهم اي مشكله، لكن هم اكثر مرونه من الرجاله. الست بشكل عام مرنه في مشاعرها اكتر بطبيعتها بالديزاين بتاعها، اما الراجل مش مرن في مشاعره اكتر، فممكن تلاقي الراجل ما بيتكلمش كتير، لكن هتلاقي عمق الصدمات اللي جواه وعمق المشاكل اللي جواه اعلى. فلو لقيت في اتنين دخلوا في علاقه راجل وست، الست عماله تصوت وتشكي وتنعي، لكن هي خلاص خلصت من الصدمه وانتهت، واول ما يجي لها راجل بعده هتبتدي تتعامل مع الصدمه دي عادي وهتعديها. اما الراجل لو خرج من علاقه بصدمه حرفيا ممكن يقعد سنوات مش عارف يخرج من الصدمه دي، لان هو مش مرن في التعامل مع مشاعره اكتر. تخيل بقى راجل متعلم ذكاء عاطفي وعنده مرونه في مشاعره، حرفيا ده ممكن يبقى في حته تانية خالص. وبالمناسبه على فكره دي من اسباب نجاحي انا في حياتي. النقطه رقم 4 وهي الارتباط بالطبيعه. ربنا خلق الطبيعه فيها القوانين بتاعته وفيها الفلو بتاعه اللي هو كان عاوز يحطه في الحياه. احنا الفلو ده احنا اللي بنبوظه جوانا، احنا اللي بنبوظ الحاجات دي جوانا وبنحط عليها صدمات. لما انت بقى بتروح على الطبيعه تقعد بقى قدام بحر، او تقعد في مكان مفتوح مثلا في صحراء، او تقعد مثلا في جنينه وفيها ورد وفيها شجر وفيها مناظر جميله، المناظر الجميله دي بتخليك انت لوحدك تتحرر من الصدمات بتاعتك، بتخليك انت لوحدك تعدي حاجات كتير انت مش عارف تعديها، لانك بتستمد الفلو بتاعك من الفلو بتاع الطبيعه. لذلك مثلا هتلاقي ان انت لما بتروح مصيف بترجع مبسوط ومروق وزي الفل، وبتبقى انت جوه المصيف نفسيتك 100 لما بترجع بقى من المصيف بتلاقي ان انت في حاجات كتير بتبتدي انها ترجع تاني. فكل ما انت ارتبطت بالطبيعه وقعدت في الطبيعه بنيه ان انت تساعد نفسك ان انت تبقى احسن، ده ان شاء الله باذن الله هيفرق معاك بشكل كبير. خامس حاجه ان انت تستعين بكوتش يساعدك ان انت تحرر المشاعر بتاعتك بتكنيكس معينه هم بيستخدموها. التكنيكس دي كتير جدا ومتنوعه جدا، ولو دخلت تعمل سيرش عنها هتلاقي الموضوع بحر. ولكن خلي بالك عشان المجال ده فيه شويه حاجات كده يعني مش مظبوطه. انا رحت جبت المجال ده لحد اخره ورجعت وعارف ان مش كل حاجه بتشتغل ومش كل حاجه مظبوطه، واللي بيشتغل مع شخص ممكن ما يشتغلش على شخص تاني، لكن عموما في حاجات كتير في التكنيكس دي بتشتغل وتقدر انك تستعين بيها في ان انت تحرر المشاعر بتاعتك. جاست بس اختار الكوتش المناسب واختار حد امين عليك ويقدر ان هو يساعدك فعلا ان انت تبقى كويس. والناس اللي بيشتغلوا بقى في موضوع تحرير المشاعر او بيشتغلوا ككوتشنج او كلام من ده عندهم طريقتين. اول طريقه ان انا امسك الماضي، افتح الماضي واشوف الصدمات اللي عندي في الماضي، واي صدمه تقابلني اديها بص كشاف كده على وشها واحلها، واقعد احل في صدمات. ولو انت مشيت في الطريقه دي حرفيا انا مشيت فيها فتره، حرفيا انت مش توصل لاي حاجه، هتفضل تحل في صدمات بس، هتفضل واقف كده موقف عربيتك جنبك وعمال تصلح فيها. الطريقه الثانيه ودي الطريقه اللي انا اعتمدتها في حياتي واللي انا بشتغل بيها واللي انا شايف ان هي افضل، ان انت تعمل بلان لحياتك. زي مثلا انا عايز اوصل ان انا ابقى زي نجيب ساويرس مثلا، ده مثال يعني. عشان ابقى زي نجيب ساويرس فانا حطيت بلان، البلان دي انا ماشي فيها، قابلتني مشكله مش عارف اتعامل معاها، اروح اجيب كوتش يساعدني، واروح اجيب الكوتش المناسب. انا عندي مشكله في البيزنس اجيب كوتش بيزنس، عندي مشكله نفسيه اجيب كوتش في المنطقه النفسيه. وقتها انا بحل مشكله لحظيه، بحل مشكله بتواجهني بالفعل على ارض الواقع ومدور عربيتي وطالع على الطريق، انما مش واقف وموقف كل حاجه وقاعد بحل في صدمات. انا بصراحه مش مع الفكره دي تماما. دي مجرد شويه خطوات ممكن تساعدك ان انت تحل الصدمات وان انت تفهمك الدنيا، وبرده من ضمن الحاجات اللي ممكن تساعدك ان انت تفهم نفسك كويس. اضرب غطس جوه نفسك وافهم كويس الموضوع ده. انا عشان اساعد الناس في الموضوع ده عندي خدمتين اتنين. عندي اختبار تحليل الشخصيه اللي انا ممكن اعمله اساعدك ان انت تفهم نفسك بشكل اعمق وتفهم مشاكلك، وابقى انا كده مديلك صدماتك على طبق من ذهب بدل ما انت تخش وتتعب في الكلام ده كله. وعندي الحاجه الثانيه اللي هي الكورس بتاع الذكاء العاطفي، وده اللي بيعلمك تفهم مشاعرك وتتعامل معاها وازاي ان انت تبقى عندك مرونه في مشاعرك، وفي بقى تكنيكس وتمارين وحاجات كتير جدا هتساعدك في الموضوع ده. وهتلاقوا في الديسكربشن انا سايب لكم اللينكين وسايب لك خصم 50% على الكورس بتاع الذكاء العاطفي. اتمنى يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لك وسمع معاك في حاجات معينه، وابتدى ان هو يفهمك الدنيا رايحه فين وجايه منين، وابتدى ان هو يوصلك لمرحله كويسه. عجبك الفيديو اعمل له لايك، شيره مع اصحابك عشان الخير يوصل لكل الناس، واشوفك على خير في فيديو جاي. سلام عليكم.